صلي وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه من قناه زي بيست فود. تعالوا بقى تبع وصفات التوفير والطعم الخطير، فطار وعشاء بطريقه بسيطه جدا. هنعمل ألذ مربى. انا عندي البطيخ، ادي قشر البطيخ يا جماعه. بعد ما بناكل البطيخ والقشر، الطبقه اللي بتبقى من عليه دي بتبقى مليانه مضادات اكسده، عايزه اقولك بتبقى روعه. بناخده كده وبنقطعه كده، تمام. وهعمل كمان عندي مشمش جبته، اللي هو ايه، احمر الخدين ده، وكنا اللي كلناه وابتدى زي ما انتم ما شايفين ايه، ان هو يدبل شويه، فقلت انا هرميه. لا طبعا، رحت واخداه وقلت هعمل بيه احلى مربى. شلت بس النوع منه، وبقى عندنا بالجمال ده، تمام. طيب هتحطي ايه تاني؟ هحط هنا نص كوبايه من الميه، نص كوبايه بس ميه عاديه حنفيه، وهنا نص كوبايه من الميه. وبعد كده هحط السكر. طب هتحطي السكر قد ايه؟ لكل كيلو مربى انتوا عارفين بياخد نص كيلو من السكر. طب انا مش عارفه الكميه قد ايه. بصي بقى يا ست الكل، هتجيبي نفس الكوبايه دي اللي انت حطيتي بيها الميه، وتحطي فيها تحطي فيها اللي هو البطيخ يعني اللي قدامك، او تحطي فيه المشمش اللي قدامك، تعاير يعني بالكوبايه. وكل 4 كوبايات كده هيعملوا كيلو، هياخدوا كوبايتين من السكر. احنا هنحط دلوقتي السكر ونحط عصره ليمونه ونشوف الكلام ده. حطيت السكر وعصره الليمونه، وادي البطيخ اللي احنا هناكله يا جماعه. مفيش حد بقى يقول لي يا والكلام ده كله. عايزه اقول لك ان هو مضادات اكسده خطير. حبيت برضه اوريه لكم، ما شاء الله، ولونه احمر ومسكر زي الفل، رغم ان مش الموسم بتاعه دلوقتي، الموسم بيبقى في شهر 7، تمام. وده نفس الكلام عصرة الليمونة. ونرفع بقى على النار، هيطلع كده رغوي، هتغلي غلوة، تعلي النار عليه، بعد كده تهدي النار شمعة، هتبص تلاقي يطلع رغوي كده، تبدأي تشيليها لحد ما لونه يغير خالص وتحسي ان هو بقى كتلة كده. طيب البطيخ هو كده بس؟ لا، هنحط معاه مكون هيخليه طعمه في حتة تانية خالص. هو ايه؟ قشر البرتقال. تعالوا كده نشوف قشر البرتقال. يا جماعة انا حطيت شوية قشر البرتقال، بينقلوا لحتة تانية خالص، ولا حطينا بقى جيلاتين ولا اي حاجة. نرفع الكلام ده كله على النار، يغلي غلوه، هدي النار وما تغطيش الحله، تمام، عشان البوتاجاز ما يتبهدلش. وبعد كده نشوفه عامل ازاي. بقى الجمال اعرف من انها استوت، بتجيبي كده على المعلقه وتقومي عامله خط، اعمل خط كده بايديا بحيث ان هي ما ترجعش تاني. اهو استنى، مش عارفه املك عشان لما ماسكه التليفون. بصوا كده، تمام. عايزه بس ايه، اثبتها لكم ثواني كده. بصي، بتجيبي على ظهر المعلقه كده وتعملي خط في النص، يعني انا عملت خط بصباعي كده، بصوا في النص كده. لو فضلت ماسكه نفسها كده على المعلقه يبقى كده تمام. ما شاء الله، كميه حلوه جدا وطعمها تحفه. عايز تضربيها بالهاند بلاد، تضربيها في الخلاط بعد ما تهدى براحتك. انا بحبها قطع كده، بتبقى قمر. دي كده مربيه المشمش. تعالوا هنا بقى، انا عملت ايه؟ حطيت حته بنجريه صغنطوطه اهي. واخدين بالكم؟ انتوا واخدين بالكم من اللي انا عملته بقى؟ يعني احنا كده عندنا مضادات اكسده من قشر البطيخ، وعندنا كمان فيتامين سي من عندي القشر بتاع البرتقال، وكمان حطيت بنجر يبقى عشان نعالج الانيميا، تمام، او فقر الدم. تعالوا بقى دي نضربها بقى كده بعد ما تبرد، يا اما بالخلاط يا اما تضربيها بالهاند بلندر، ونشوف هنعمل ايه. عند المربى القمر اللهم بارك. بصوا انا برضو سبتها ايه، مضربتهاش قوي، سبت فيها قطع كده، طعمها تحفه. بصوا كميه يا جماعه من ايه، من حاجه كنا هنرميها. عايزه اقول لكم طعمها روعه، مع معلقه قشطه بقى. واو. هنا عندي بقى مربى المشمش القمر، باين طبعا ان هي ايه، قطع يا جماعه. البرطمان من ده او اصغر منه كمان تقريبا 45 جنيه. فانتم متخيلين احنا ما شاء الله عملنا كميه قد ايه. ده بقى احنا هناكله دلوقتي ما شاء الله بألف هنا وشفا. ودول بقى تحطي واحد في باب التلاجة وترفعي التاني في الفريزر. بصوا يا جماعه، لونها بيور بيور بيور، خطيره. ما تقوليش بقى الحاجات اللي بنجيبها من بره عباره عن اصلا جيلاتين، تمام، جيلي، وحاطين له بقى يا جيلاتين وعليه سكر، يا اما جيلي وعليه سكر. بصي دي قوامها، بصوا الله، بجد روعه جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفكره دي. تعالوا بقى نشوف الترند اللي نازل. بصوا انا بجيب عجينه طعميه، دي العجينه الطعميه اللي كنا لسه عاملينها في الفيديو اللي فات مع بعض، ريحتها روعه ولا اروع من كده. وادي ظهر العيش، تمام، الظهر بتاعه مش الوش، خلاص. وهفرد عجينه الطعميه فيه. طاسه بقى، حطي معلقه زيت وقلبيها على وشها، بعد كده على ظهرها. الفكره كلها ان هي بتستخدم كميه زيت قليله
بس عايزاكي تبقي عامله العجينه في البيت، عشان بس ما تجيبيش يعني عشان تعملي مثلا 5 رغيف تجيبي لك 20 جنيه ولا حاجه. ودي بقى طعميه القمر، خلي بالكوا عشان انا كنت حاطه كمان فيها بيض، فعايزه اقول لك النتيجه هايله جدا من غير بيض، طعمها تحفه. قطعي بقى شرايح من الفلفل او الطماطم واتني بقى الرغيف كده، وبألف هنا وشفا. بصوا بيبقى روعه، وهو سخن كده موحوح كده روعه. وحطي بقى بطاطسايه محمره في النص، مخلل كده وكده، البتنجان ده الفلفل ده مخلل. فبصي قمر 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 بجد، يا ريت تجربوا. تعالوا بقى اما اقول لكم على 6 افكار للفطار والعشاء تحفه تحفه تحفه. اول حاجه عندي المربى القمر اللي لسه عاملينها، مربى المشمش، ومربى كمان قشر البطيخ مع البرتقال مع البنجر، قشر البنجر روعه. الكيكه القمر دي اعملي كميه، انا دهناها على فكره مربى مشمش، ولاد بيحبوا، بيبقى طعمها تحفه. جربي الحركه دي انك تدهني الوش بتاعها بالمربى، بتبقى تحفه. تمام، اعملي كميه وخدي مثلا نص القالب بتاعك ياكلوه بألف هنا وشفا، والنص التاني ارفعيه في الفريزر، ما بيجروش اي حاجه في علبه كده. تمام، بصوا لون المشمش روعه. ادي كده عندنا تاني فكره. تالت فكره المهلبيه القمر اللي كنا عاملينها بالفواكه، اعملي مهلبيه او اعملي كاسترد. احنا كنا عاملين كاسترد، حليب وكاسترد، تمام، واربطيهم مع بعض على البارد، بعد كده ارفعيه على النار مع السكر، وبعد كده ضيفي الفواكه اللي انت تحبيها، توت بقى، عنب، تفاح، بطيخ، كان روعه. وزيناه برضو بنفس الفواكه. ودي عندي المرطة القمر اللي كنا عاملينها من الدهن، طلعنا منه سمنه، حطينا معاه قشطه، وحطينا معاه كمان زيت، وحطينا معاه الزبده، وكان عامل لنا بصوا روعه. شايفين ده بتتحط في باب التلاجة يا جماعه، بديل للجبنه، تاخدي منها بقى معلقه كده مع عيش كده طازه، الله الله طعمها بيبقى تحفه بجد روعه. يبقى عندنا الكيك، وعندنا كمان المربى، وعندنا كمان المهلبيه او الكاسترد، وعندنا كمان المرطة. يبقى كده كام حاجة عندنا؟ كده 4. تمام. والطعمية القمر ادي كده 5. هتعمليها في البيت عجينة الطعمية اللي لسه عاملينها مع بعض.